مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وحياكم الله في حلقة جديدة من حالات شفاء. اليوم سنتعرف على حالة من الحالات قد شفيت من مركز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. خلونا نتعرف على هذه الحالة. نتعرف عليك. أخوكم مبارك من إبراهيم بن مبارك الهاشمي، عماني طبعا، من المنطقة الداخلية من ولاية عدن. أهلا وسهلا فيك أخوي مبارك الهاشمي. أخوي مبارك، اليوم احنا نبي نتكلم في البداية، نبي نتكلم عن المرض اللي كنت تعاني منه. أنا كان عندي تحسس في منطقة الصدر. نعم. مصحوب هذا التحسس أو عفوا، من حالات التحسس هذه كان عندي تحسس من الأماكن الضيقة، تحسس من الغبار، تحسس من الأماكن الباردة، وتحسس بعد من الأتربة. جميل. وغيرها من أعراض التحسس. يعني المرض اللي كنت تعاني منه اخوي مبارك هي حساسيه بالصدر. بالضبط. بالضبط. زين مبارك، الان نبي نتكلم مع بعض، نبي نتكلم وبنبين للمشاهدين مراحل حدوث المرض من البدايه، يعني من متى بدا معك المرض والمراحل اللي تدرج فيه المرض ووصل معك. جميل. في البداية بدأت الحالة المرضية عندي من حوالي سنتين تقريبا. بدأت بفقدان تام للشهية. جميل. هذا الفقدان التام للشهية سبب لي ضعف في البنية الجسمانية وفي القدرة البدنية، بالإضافة إلى خمول تام وإرهاق شديد. بالضبط. كنت يعني أعاني من الإرهاق بشكل كبير جدا. مجرد ما كنت يعني أنهض من الفراش أريد أرجع على طول أنام. إرهاق شديد يعني. فطبعا تطور المرض أو تطورت الحالة المرضية إلى سعال، وكان السعال في بدايته سعال خفيف، تطور مرور الوقت إلى سعال حاد، وفي الأخير طلعت نتيجة إلى وجود الحساسية. بالضبط يعني. وكان يعني تصور أني مجرد ما أتحسس أبدأ بالسعال. يعني هي العملية عملية متبادلة، أو عملية كل ما أتحسس أبدأ بالسعال، كل ما أتحسس أبدأ بالسعال. هذه الأخوي مبارك، هذه الأعراض كلها نتج منها الحساسية بالصدر، أم الحساسية بالصدر أساسا ولدت هذه المشاكل والأعراض اللي عندك؟ لا، أنا أتصور أنه هذه الأعراض هي اللي قادت للحساسية. هي اللي قادت للحساسية. أيوة. والسبب أني أنا أهملتها من البداية. كان على بالي أنه مجرد أي حالة عابرة، حالة مرضية عابرة وبتروح، ولكن تطور الموضوع إلى نوصل إلى موضوع الحساسية. كم الفترة اللي لازمك فيها المرض؟ والله لو تكلمنا على بدايات المرض، بداياته كان من حوالي سنتين، ولكن يعني التحسس أو الحساسية الحادة تقريبا من 5 إلى 6 شهور تقريبا، اللي هي الحساسية الحادة أتكلم. يعني تخيل مجرد ما يبدأ السعال تبدي على طول حياتي تتغير، نفسيتي تتغير يعني. والسعال يستمر لفترة طويلة، فترات طويلة يستمر، مش يعني دقيقة دقيقتين. فكل هذا كان ياخذ مني مجهود عضلي، مجهود نفسي. فأحس نفسي غايب عن العالم المحيط أو عن العالم الخارجي، أحس نفسي غايب عنه. هذه النقطة الثانية، أنا ما كنت آكل أي شيء، ما كنت آكل. والسبب أني يعني أتحسس حتى من إذا كان الأكل في أي مثلا ذرة من ذرات مثلا خلينا نقول البهار أو مثلا الأملاح أو شيء من هذا القبيل. فمجرد ما يتحسس الجهاز التنفسي عندي أبدأ أسعل، وعلى طول أطلع يعني الأكل اللي أكلته راح يطلع على طول، يعني ما كني عملت حاجة. فكنت يعني أغصب نفسي على الأكل، مع أني كان عندي فقدان شهية، ولكن علشان صحتي كنت ألزم نفسي أني أكل، وفي نفس الوقت مجرد ما أكل أبدأ أتقيأ على طول. فكنت والله بأمانة يعني كنت أتمنى يعني كنت أشوف اللي حوالي نايمين وغطين في النوم، أنا بس كنت أتمنى أنام 5 دقائق بس. كنت أحاول حتى ما أنام على الفراش، أحاول على كرسي، أحاول وأنا جالس، أحاول يعني أغمض عيوني وأنا واقف، ولكن للأسف يعني كنت أتمنى أنك تنام بالراحة. كنت أتمنى بسبب السعال وبسبب الألم. زين، هذا بالفعل. السؤال كم لازمك؟ هذه الحالة اللي أنت وصفتنا إياها، الحالة الحادة